والعالم كامل باللي الجزائريين هذا الامر لا يخفى على العيان. هذا من الامر ماناش مخبيينه حنا باللي هما جزائريين. ايوا هنيئا لهم بالترحيل ان شاء الله من بعد هذه المظاهرات، وما غاديش تحتاج فرنسا انها غادي دير معهم شي قانون ولا هاد اعمال الشغب اللي دايرين غادي تهجرهم بطريقه قانونيه. 8 ملايين جزائري. الترحيل هذا كيف يكون؟ في قطار ولا في السريع في وسط البحار؟ فهمني شوف الترحيل هذا كيفاش يكون ل 8 ملايين جزائري. غتهزهم وتجيبهم لك حتى للجزائر. بغيتي تجي في البحر تجيبك في البحر على اسبانيا، بغيتي تجي في الطياره تجيبك من فرنسا حتى للجزائر في الطياره فاش بغيتي. تكلفه الشحن تاع النقل هذا 8 ملايين اللي ثم التكلفه نتاعهم والحقوق نتاعهم والتدخل تاع الامم المتحده وحقوق الانسان وكذا. هذه انت هكا وخلاص. وانت يا تما مهاجر عربي مسلم جاي تما كدير الارهاب وجاي تسرق وتخرب، ولا جاي تخدم؟ انا مقيم بجنسيه فرنسيه، عليه ما عليه وعليه ما عليه، هذه هي وله ما له. ولكن هذيك الجنسيه هي اللي حماتو بان فرنسا ما ديرلوش الطرد التعسفي، دير له واحد التفجير قصري يعني تسبق عليه. ولكن بما انك خرقتي القانون وخربتي فرنسا دوله من احسن الدول ومن اجمل الدول، وتجي انت تخربها تردها هكاك والسرقه واعمال الشغب، راه ولا قانونيا انها تهزك وتهجرك تردك لبلادك. وراه قالها لهم ماكرون، قال لهم هزوا علينا بديك الطريقه. كيفاش الياس فكرني قال لهم هزوا علينا هاد لي زاباج ولا ما نعرف كيفاش وصفكم، قال لهم هزوا علينا هاد الشيء ديالكم. وعلاش ماكرون راهو يمد في خطابات راه ناوي ويتوسل الياس ممكن 10 دقائق باش نحن يتوسل للحكم. دابا اصبر خلي الاخ يجاوب كامل بعدا ويتفاعل. لتهدئه الاوضاع في فرنسا. هاكاك وشنو بغيتي ماكرون يخرج ويقول الجيش دخل وقتل الشعب الجزائري باش يولي تتبعوا منظمات حقوق الانسان، وفرنسا كتقول انا هي. خرجوا الدبابات في الشونزيليزي، خرجوا الدبابات. زاد السيل يعني خارج السيل عن الزوبه كيف كنقولوا، يعني وليتوا كديروا اعمال الشغب كثيره، حرقتوا فرنسا كامله. ومنين كانت الشرطه كتدخل كتحرقوا الطوموبيلات الشرطه وكتقلبوهم، اذا وجب تدخل العسكر والدبابات المدرعات يعني باش ما تحرقها ما والو. واش قتلوا شي مواطن جزائري؟ هذه مع 8 ملايين جزائري. 8 ملايين جزائري. واش قتلوا شي مواطن جزائري؟ هاد الدبابات المدرعات قتلوا شي مواطن جزائري؟ وما ادراك انت يا كامل. انا ما كانوا راهم الصحافه العالم تكلموا. شوف كامل، انا نتكلم معك كمسلم. شوف كمسلم وكاقليه. شوف هذه الدوله الفرنسيه ما تحب لك الخير، لا ليك لا ليا لا للمسلمين. هذه باش نكونوا في الصوره، فهمتني؟ وعلاش جالسين عندها 8 مليون جزائري؟ وهي هذه حقوق الانسان ما هو الا ستار تجلس وراءه، فهمني؟ هذه حقوق. لا يا اخي هادشي كتشوفوه نتوما بهذه النظره هذه، بحيث ان 250 الف مواطن جزائري قتلت بدم بارد ولا حاسب ولا رقيب، وفرنسا ما تحمي هاد الناس اللي قتلوهم. كتستعمل معاهم حق نقد الفيتو فين ما كيبغيو يحاكموهم، كتستعمل ورقه ديال حق نقد الفيتو وكتقول لهم ما تحاكموهمش. يعني هادشي كتشوفوا انت. اما الشعوب الاخرى كيشوفوا حقوق الانسان راه يا كامل راح تردني للحرب العالميه الاولى والثانيه اللي كتلت فيها 60 مليون وكتلت فيها. وعاد فرنسا حماتكم غير في 2019 صاحبي، حمات النظام الجزائري كله وخرجوا في 2022. فرنسا ما تبغي لا المغرب ما تبغي لا الجزائر، عندها مصالح راهي تقضي فيها. هذه نقطه والرجوع الى السطر. ما تبغيكم لا نتوما لا حنا. هذه باش نتفاهموا عليها يا كامل برك، فهمني؟ ولكن هذا الشيء اللي واقع دابا حاليا في فرنسا، هذه المؤامره بين النظام وبين، علاش النظام ديالكم ما يكونش مبني على الشفافيه والوضوح والديمقراطيه؟ علاش كيتلاعب بالجاليه الجزائريه في فرنسا؟ علاش؟ عبد الرحيم دقيقه برك كامل. تعرف هذاك المثل اللي يقول انا وخويا على وليد عمي وانا وليد عمي على البراني، فهمني؟ انا وخويا على وليد عمي وانا وليد عمي على البراني. كي يوصل الامر. اسمح لي نقول لك عبد الرحيم، انا ولد عمي قتل لي 5 خوتي اللي كنت كنكسبهم، ما بقاش ولد عمي.
ولد عمي خرج لي 5 ديال خوتي بنات من علاش؟ الدار كاين ولاحوا من الزنقه، الفدية، مابقاش كاين ولد عمي، الأخلاق، والبراني حماهم. كاين الفديه كمال، كاين الفديه نفدو ولا اذا على الجزائر ان تعتذر، هذا اللي بغينا حتى حنا. لا انت راك انسان منطقي. شوف كمال، لو قلنا في الاعتذار كاين اعتذارات وكاين امور لازم نرجعوا ليها الى الوراء ونشوفوا الاعتذارات كيفاش تكون. دابا حنا غير منين وصلتوا لهذا الشيء وقلتي انا ولد عمي على البراني، اذا راه كاين الاعتذار للمغاربه، والدوله المغربيه راه حاطه تما كان القدر المالي ديال التعويضات ديال المغاربه اللي طردوا في العشريه في ديك اللي سميتوها نتوما ديال المسيره السوداء. بما انكم ما خرجناش نروحوا نصرفوا معنا تفضل تفضل، اسمح لنا على كل حال، تفضل.